كانت فتحية شابة تشبه زهر الربيع، ملامحها ناعمة، قوامها ممشوق، وروحها خفيفة. تزوجت أحمد، رجلاً بسيطاً يعمل خبازاً في فرن شعبي. لم يكن يملك من الدنيا سوى حبه لها وابتسامة تشبه وعداً بالأمان. هي لم تطلب كثيراً، كانت تخرج معه فجراً تساعده في العجن والبيع، ثم تعود للبيت لتطبخ لوالديه وتنظف البيت وترسل ملابس إخوته دون أن تتذمر. مرت السنوات وأنجبت فتحية 4 أولاد، ومع كل حمل كان جسدها يتغير، بعض الوزن الزائد وبعض التجاعيد الخفيفة، لكنها لم تكن تشتكي، كانت ترى نفسها أماً قبل أن تكون زوجة. أما أحمد فقد فتحت له الدنيا أبوابها، توسع فرنه وبدأ يحقق أرباحاً كبيرة. بدل سيارته، جدد البيت وأصبح يرتدي أفخم الثياب، ومع الغنى تغيرت نظرته لزوجته. ذات صباح دخل عليها وهي تمسح الأرض، وجهها متعب وجسدها مرهق، فقال ببرود: ما عدت كما كنت، زمانك ولا وأنا لست كما كنت. ضحكت بخفة وقالت: وأنا كبرت بك، مو لحالي. لكنه لم يضحك، كان قد قرر. وفي ليلة بلا مقدمات أدخل فتاة صغيرة إلى البيت اسمها حنان. كانت مهتمة بمظهرها، بشرتها ناعمة، ملابسها عصرية، وصوتها رقيق. دخلت حنان على فتحية كزوجة ثانية. فتحية لم تبكي ولم تصرخ، فقط اختفت ملامحها للحظة. كل ما شعرت به هو ذاك الفراغ الذي يخلفه الطعن من أقرب الناس. حنان لم تكن شريرة، لكنها كانت أنانية، تطبخ لنفسها فقط، لا تنظف ولا تخدم. أما أهل أحمد فبقوا على عادتهم، كل شيء على فتحية من الفجر إلى الليل، لا تجلس، لا تنام جيداً، ولا حتى تسمع كلمة شكر. كانت تكتفي بالصمت، تخاف من الجدال، من الفضيحة، من أن تنهار أمام أولادها، لكن الحياة كانت تحضر لها شيئاً لم تتوقعه. مرت الشهور وفتحية تحيا على الهامش، كل من في البيت يعتمد عليها. حنان لا تطبخ ولا تغسل ولا تمسح. أحمد تتذمر كثيراً لكنها لا تحرك ساكنة. البنات يدخلن المطبخ ويخرجن منه دون أن يغسلن حتى كوباً، وفتحية ما زالت هناك كأنها ماكينة لا تتوقف من الفجر إلى الليل. عرقها بلل الأرض وصبرها جف من كثرة ما تحمل. لم تكن تشتكي، فقد تتنهد بين الحين والآخر ثم تواصل. لكن ذات صباح كانت تكنس عند باب المطبخ، فمرت جارتها سعاد، عجوز طيبة وصريحة. وقفت عند الباب ونظرت إلى فتحية وقالت بابتسامة مستغربة: يا بنتي، متى آخر مرة نظرتي لنفسك بالمراية؟ رفعت فتحية نظرها باستغراب، فقالت سعاد بنبرة مشفقة: كنت أجمل بنات الحي، والآن صايرة طحونة بشرية تدور وتدور. دور ليش؟ علاش أنا يخدم فيك؟ قسمي الشغل، خلي كل واحدة تتحمل مسؤوليتها، مو لأنك ساكتة تصيري خدامة. ضحكت فتحية بخجل وقالت: ما أحب المشاكل ولا أبغي يظن إني أغار من حنان. هزت الجارة رأسها وقالت: مغيرة كرامة، كرامتك أهم من رضاهم، لا تخلي طيبتك تصير لعنة عليك. رحلت سعاد لكن كلماتها لم ترحل، ظلت تتردد في رأس فتحية طوال الليل. وفي اليوم التالي استيقظت متأخرة قليلاً، لم تحضر الإفطار، لم تغسل الصحون، جلست تشرب الشاي مع أولادها. دخلت الحماة ورفعت حاجبها: فتحية، ما جهزت الفطور؟ نظرت لها بهدوء: أنا جهزت لنفسي وعيالي، من أراد يطبخ، المطبخ مفتوح. في البداية بدا الجميع مذهولين، ظنوا أنها تمزح، لكن حين لم تتحرك بدأت تململ. حنان بدأت تطبخ لنفسها فقط ولا ترضى تخدم حتى أحمد، والأهل بدأوا يتدبرون أمورهم كل بطريقته. أحمد لم يتكلم، كان يراقب بصمت، يتناول طعامه عند فتحية ويذهب لينام عند حنان، لكن فتحية لم تعد تهتم، كانت تستعيد نفسها. في الأيام التي تلت بدأت بخطوة جديدة، سجلت في اشتراك نادي رياضي قريب، صارت تستيقظ عند الفجر، ترتب أيامها، وتحولت من امرأة منطفئة إلى شعلة تضيء زوايا البيت من جديد.
لم يكن التغيير فقط في جسدها الذي استعاد رشاقته ولا في بشرتها التي استعادت نظرتها، بل في تلك النظرة الواثقة التي عادت لعينيها، وفي الخطوات التي لم تعد تسحب التعب بل تسبق الإرادة. فتحية صارت تنظم يومها، رياضة، طعام صحي، عناية بنفسها، وحتى وقت خاص تقرأ فيه. تتابع فيديوهات التجميل وتجرب خلطات طبيعية لشعرها وبشرتها. كانت تغير في بيتها كما غيرت في نفسها، فصلت غرفتها الكبيرة، صنعت زاوية مطبخ خاصة بها، زينتها بألوان ناعمة، وضعت مرآة مزخرفة ومصباحاً عطرية وصندوق مكياج. لأول مرة منذ زواجها، مرت حنان ذات يوم على باب غرفة فتحية فشعرت وكأنها تمر أمام محل تجميل صغير. وقفت لحظة، نظرت إلى زوجة أحمد الأول، لم تصدق أنها هي. شعر مسرح، عباءة ناعمة، وجه يشع جمالاً. ارتبكت لكنها تابعت طريقها. أما أحمد فبدأ يطيل الجلوس في غرفة فتحية. كانت تحضر له عشاء خفيفاً وتتحدث معه بهدوء، تبتسم حين يتحدث وتسأله عن العمل. قال لها ذات ليلة: أنا تغيرت، صرت مثل أول، حتى أحلى. نظرت إليه وقالت: لأني تذكرت نفسي، كانت ناسياني. جلس صامت. لأول مرة شعر أن قلبه عاد ينبض بوجودها لا بمجرد وجود أنثى حوله. في تلك الفترة أنجبت حنان فتاة سمتها رولا، ومع قدوم الطفلة تغيرت حنان، قلت عنايتها بنفسها، انشغلت بطفلتها وبدأت تتذمر، لم تعد تهتم بتسريحة شعرها، أكثر من ذلك بدأت تتصرف بعناد، تخرج من المنزل دون استئذان، ترفع صوتها على أحمد حين يبدي ملاحظاته، بل وتصرخ أحياناً في وجه حماتها. في أحد الأيام صرخت حنان على أم أحمد وقالت لها: أنا مو خدامة لأحد، كل واحد يهتم بنفسه، أنتم شو مجيبين يشتغل عندكم؟ سمعت كلماتها في كل أرجاء البيت. أم أحمد جلست مذهولة، وأخوات أحمد انسحبن من غرفة الجلوس، أما أحمد فوقف مصدوماً وخرج دون أن يقول حرفاً. عاد متأخراً تلك الليلة، ودخل غرفة فتحية، وجدها في الليلة التي طلبت فيها حنان الطلاق. عم الصمت بيت أحمد، لم يصرخ، لم يمنعها، لم يظهر أي ردة فعل، بدا كأنه كان يتوقع ذلك أو على الأقل لم يستبعده. لكن المفاجأة الحقيقية لم تأتي من أحمد، بل من فتحية. في الصباح، حين كانت حنان توضب أغراضها وتضم ابنتها رولا بين ذراعيها، دخلت فتحية إلى الغرفة بهدوء وجلست قربها دون أن تقول شيء. التفتت حنان باستغراب: جاية تشمتي؟ أجابت فتحية بابتسامة خفيفة: أنا ماني من النوع اللي يشمى، أنا من النوع اللي يتعلم. أرادت حنان أن تتجاهلها لكنها كانت مرهقة جدا، فجلست على السرير وقالت بضعف: تعبت من كل شيء. أجابت فتحية: يا بنيتي، كنت صغيرة، حاببة تثبتي أنك أجمل وأذكى وأقوى، بس الزواج مساحة منافسة، الزواج صبر وتفاهم ومسؤولية، وأنا كنت ساكتة كثير وهذا غلط، بس أنت رفعتي صوتك على الكل وهذا كمان غلط. نظرت لها حنان بعيون دامعة: وأحمد يستنهل أصلاً. ابتسمت فتحية وقالت: أحمد بشر، تغير لما شافني نسيت نفسي، بس رجع لما شافني رجعت أقف لنفسي. سادت لحظة صمت، ثم أضافت فتحية: بس قبل لا تتركي البيت فكري في بنتك، تستيهل تكبر مع أم وأب، مو تتنقل بين مشاكل ومكاتب محامين. بقيت حنان صامتة. في الأيام التي تلت بدأت فتحية تتقرب من الصغيرة رولا، كانت تحملها أحيانا، تلاعبها وتحضر لها حليبا دافئ. بدأت حنان تشعر بأمان غريب بجانب فتحية، لم تعد تراها كعدوة بلا كأخت كبرى أو ربما مرآة لما ستكونه يوما. ثم في مساء دافئ جلس الثلاثة، فتحية، أحمد، وحنان. قالت فتحية بهدوء: أنا ما دخلت ضرة بإرادتي، بس اخترت أكون عادلة. الآن لازم نعيش بعدل، كل واحدة لها يوم، كل واحدة لها حق، بس الأهم نعيش بسلام، بدون استغلال ولا صراخ. حنان أومأت برأسها موافقة،
أما أحمد فكان يحدق في فتحية وكأنها امرأة جديدة كلياً. في الأشهر التالية استقرت الأمور، كل واحدة منهن أدارت بيتها بطريقتها، لكن شيئاً في قلب أحمد تغير. كان يدخل بيت فتحية فيجد غرفة نظيفة، رائحة عطر هادئ، صوت قرآن أو موسيقى خافتة. مع مرور الوقت أصبح منزل فتحية هو الملاذ، لا فقط لأحمد بل حتى لأبنائه وحتى للجيران الذين كانوا يمرون ليستنشقوا عبير الهدوء المنبعثة من نافذتها. كانت غرفة الجلوس الصغيرة التي فصلتها بذكاء من غرفة النوم تحتوي على كنبة بيضاء، زينة بسيطة ومكتبة صغيرة فيها كتب عن تطوير الذات والطبخ والعلاقات. تحولت فتحية من امرأة تخدم الجميع بصمت إلى امرأة تصنع لنفسها عالماً متوازناً فيه كرامة ووعي وجمال وخيارات. كانت تعامل أحمد بأدب لكن دون انكسار، لم تعد تبادر ولا تنتظر ولا تتعلق، أصبحت تفهم متى تحكي ومتى تصمت ومتى تنسحب. أما أحمد فكان أكثر من يشعر بهذا التبدل، كان يدخل يحدق بها من بعيد ثم يقول: اشتريت فرناً كهربائياً للمطبخ الصغير، حبيت أساعدك. فتبتسم وتقول: شكراً، بس أنا مرتاحة وضعي. بدأ يشعر كأنه ضيف في بيت زوجته لا سيداً. صارت خطواته محسوبة وكلامه مختصراً. ذات مرة قال لها مازحاً: رجعت مثل أيام الخطوبة. فأجابته بابتسامة هادئة: أنا كانت دائماً كذا، أنت بس ما كانت تشوف. بدأ يدرك أنه طوال سنوات الزواج الأولى لم يبصر فتحية حقاً، كان يراها كأداة لا كامرأة. الآن فقط، وقد أصبحت لها حياة واحترام لذاتها، رأى الجمال الذي غفل عنه طويلاً. وفي المقابل بدأت حنان تعيش العكس، كانت تزداد توتراً، تشعر بالغيرة من استقرار فتحية، تحاول استعادة اهتمام أحمد لكن دون جدوى. صارت تبكي كثيراً وتصرخ أكثر وتعاني من الوحدة. وفي ليلة من الليالي دخل أحمد على فتحية وقال بصوت متردد: أفكر أرجع أعيش معك كل الوقت. حنان ما عادت زي قبل، وهي طلبت الطلاق من جديد. نظرت إليه فتحية بعينين ثابتتين. أنا ما أرجع على شيء كسرني إلا إذا هو قرر يرمم نفسه أولاً. توقف الكلام في حلقه، لأول مرة يسمعها تضع شروطها. قال: يعني تبيني أختار؟ قالت: أنا ما أبغي تختار بيننا، أنا أبغي تختار ترجع إنسان عادل. إن أعجبتكم هذه القصة لا تنسوا دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة، فبدعمكم تستمر الحكايات وتنتشر العبر على نطاق واسع. نحن نروي قصصاً من واقع الناس ومن صفحات التاريخ بأسلوب لبق وجميل ليبقى الأثر وتستمر الرسالة. كونوا معنا دائماً في حكايات الربيع.